في فيديو اليوم سنتعرف على توقعات الذكاء الاصطناعي للمنتخبات الأكثر حظاً للفوز بالبطولة الإفريقية بساحل العاج وفقاً لمصادر صحفية عربية. قبل أن نبدأ بعرض هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. وضع الذكاء الاصطناعي المنتخب الإيفواري صاحب الأرض في المركز التاسع في قائمته بنسبة بلغت 8.27%، بينما جاء المنتخب النيجيري ثامناً في قائمته وبلغت نسبة حظه في الظفر بالبطولة 8.53%، ويأتي المنتخب الغيني سابعاً في القائمة وبلغت حظوظه حسب الذكاء الاصطناعي 9.05%. أما المركز السادس فكان من نصيب المنتخب الكاميروني وبلغت نسبته المئوية 9.62%. ثم يأتي المنتخب التونسي في المركز الخامس داخل القارة بنسبة ناهزة 10.24%، وفي المركز الرابع يأتي محارب الصحراء بنسبة بلغت 10.73%، بينما حجز المنتخب المغربي المركز الثالث في قائمة المنتخبات الأوفر حظاً للفوز بلقب البطولة بنسبة بلغت 11.71 نقطة. وخطف المنتخب المصري وصافة المنتخبات الأكثر حظاً للفوز بلقب البطولة وبلغت نسبته 12.93%. وفي الوقت ذاته تصدر المنتخب السنغالي صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر حظاً للفوز بلقب البطولة وناهزت نسبته المئوية 16.44%. والجدير بالذكر أن هذه الترشيحات تبقى مجرد تكهنات افتراضية لا تمثل الواقع بأي صورة، ربما تصيب مرة وتخطئ مرة أخرى. ودائما ما عودتنا المسابقة الإفريقية بمفاجآت لم يكن يتخيلها أحد، وهذا ما سيحدث في العرس الإفريقي بساحل العاج الذي يحمل في طياته الكثير من الأسرار. وأنت عزيزي المشاهد، ما هو المنتخب الذي ترشحه للفوز بلقب البطولة؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.